مساهمتك في هذه الجلسة، وننتقل إلى آخر سؤال مبرمج في هذه الجلسة، ويتعلق الأمر باحتضان لبلادنا لكأس العالم للأندية. السؤال موجه للسيد وزير الشباب والرياضة. الكلمة أحد السادة المستشارين من الفريق الاستقلالي لتقديم السؤال. يتفضل. شكرا السيد الرئيس. سؤالي موجه للسيد وزير الشباب والرياضة. احتضنت بلادنا أواخر السنة المنصرمة كأس العالم للأندية البطلة. سؤالي بسيط جدا السيد الوزير، ما هي حصيلة تقييمكم لتلك التظاهرة الرياضية العالمية، وما هي التدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها لاستقبال نفس التظاهرة خلال السنة الجارية؟ شكرا. شكرا لكم، والكلمة السيد وزير الإجابة على السؤال. شكرا السيد الرئيس. السيدات والسادة المستشارون المحترمون، في البداية أشكر السيد المستشار على اهتمامه بتظاهرة كأس العالم للأندية، والذي سيكون لنا ولبلدنا إن شاء الله شرف احتضانها للمرة الثانية على التوالي. طيب، بالنسبة للتقييم غادي تكون ندوة السيد المستشار المحترم اللي غادي نعقدوا إن شاء الله، وحنا كان في أفق يعني الطبعة الثانية ديال كأس العالم للأندية البطلة اللي غادي نعطوا فيها التفاصيل، ولكن نقدر نأكد لك بأنها وماشي شهاده ديالنا، اللي بشهاده ديال الناس اللي رخصوا ننظموا، وبالشهاده ديال الناس اللي عطوا دفتر تحملات ديال التنظيم، قالوا بانها اسمع دوره من احسن ان لم تكن احسن الدورات الحمد لله في تاريخ كاس العالم للانديه البطله، وهذه جاء على لسان اكبر هرم اللي هو سيد بلاطير. طبعا النجاح ديالها ماشي غير التنظيم، وهذا هو الاساسي، ماشي غير التنظيم. حنا نظمنا كوزاره هي الارضيه، ولكن كان الحضور الرائع ديال الجمهور ايضا. ما تنساش اليوم عندنا رقم قياسي في الحضور في الجماهيري في التاريخ ديال كاس العالم للانديه البطله، اللي وصلنا لواحد المعدل ديال 85%. الاداء الرائع ديال الفريق ديال الرجاء البيضاوي، واللي كنتمناو ان شاء الله ان الفريق التطواني ان شاء الله يزيد يكرر لنا هذا الانجاز ان شاء الله في المرحله باش يكون ناجح. راه ماشي بوحديتنا، راه هذا شيء مهم. راه الا كنا بوحديتنا راه ما كنظنش غادي ينجح بالشكل فاش كتضافر الجهود باش كيمكن يكون نجاح، طبعا لانه جا مشروع كما كنقولوا. بالنسبه للاستعداد الدوره المقبله ان شاء الله، كنظن بان الامور على قدم وساق. هناك هيكله اللجنه التنظيميه المحليه، كاينه الجامعه الاخوان في الجامعه في اتصال يعني مستمر مع الناس ديال الفيفا اللي كيوقفوا على التطورات وعلى التجهيزات في المواصلات، لان يكون عندنا واحد 4 ديال الملاعب الكبرى اللي غادي تنظم فيها في 4 ديال المدن: الرباط، طنجه، مراكش واكادير باذن الله. ايضا كاينه اللجنه ديال القياده الوطنيه اللي كتشكل مختلف ممثلي القطاعات وهيئات اللجنه ديال الاستشاره والتوجيه. الاتفاقيه الثلاثيه للتسيير، وهذا شيء اساسي اليوم، التسيير الاداري والمالي للتظاهره. دابا لاول خطره دابا عندنا الجامعه، عندنا الوزاره، وعندنا وزاره الماليه هي اللي كتدبر هاد الميزانيه اللي كنصرفوا في التنظيم، ما بقاتش غير الجامعه بوحديتها. ثم كاين ايضا اعاده صيانه وتهيئه الملعب ديال مولاي عبد الله اللي راحنا خدامين فيه اليوم ان شاء الله، واللي غادي يكون من اجمل الملاعب اللي غادي تكون كتعرفها بلادنا، واللي ايضا غادي تعزز غادي يعزز مدينه الرباط بتجهيز العشب الطبيعي وتجهيز الاناره في ملعب مركز مولاي رشيد للرياضات، ملعب مركز كره القدم معموره، ملعب مولاي الحسن في حي النهضه، وملعب ملحق مركب الامير مولاي عبد الله. يعني ان 4 ديال الملاعب ان شاء الله اللي غادي تكون عندنا في المعايير الدوليه وفي المعايير الكبرى، ولما لا استعدادا للتظاهرات اللي ربما غادي تكون اكبر وغادي تكون يعني اهم. وشكرا. شكرا. الفريق الاستقلالي، تفضلوا استاذ. شكرا السيد الوزير على هذه الاجابه اللي في الحقيقه تلجات الصدر ديالي وصدر جميع السوسيين. ما نحتاجش نقول لك السيد الوزير، ونذكركم بان ما نحتاج نقول لكم السيد الوزير، نذكركم على ان مدينه الانبعاث، مدينه اكادير، هي وجهه سياحيه وقطب سياحي كبير في المملكه المغربيه. اذا هي محتاجه لاش للتسويق والترويج، وما نلقاوش شيء احسن يعني من هذه المناسبه هذه، لان الكاميرا ديال العالم كلها كتسلط على الملاعب اللي كتكون فيها بطبيعه الحال هذه المباريات. فاذا نحن باحتياج لهذا. كذلك السيد الوزير نذكركم بدفتر التحملات نتاع الفيفا، فاكادير والحمد لله كانت عندها 5 ديال الملاعب ديال التدريب، كذلك عندها فنادق فاخره جاهزه، كذلك عندها قرب المطار من الملعب،
كذلك لديها مستشفيات ومستوصفات، كذلك عندها أكبر شيء هو جمهورها اللي شفتوه العام اللي فات، الجمهور السوسي العظيم اللي استقبل هذه المباريات بحفاوة، وكان مشرف فعلا في الدورة الماضية. السيد الوزير المحترم، أتمنى أن تتقبل هذا التعقيب يعني بروح رياضية كما هو معهود فيك ومعروف عليك من سماحة ولطف وتلبو رغبة الجمهور السوسي باحتضانه لبعض مباريات الدورة الجديدة لكأس العالم للأندية. ونعلن من هنا استعدادنا التام كمنتخبين للمساهمة في إنجاح هذه التظاهرة، كما أنني متيقن أن السلطات المحلية والإقليمية لن تدخر جهدا في إنجاح هذا العرس الرياضي الكبير. وشكرا السيد الوزير. شكرا لكم سيد المستشار. سيد الوزير في بضع ثواني. ما يمكن لي الا نتمنى هذه الغيره ديال السيد المستشار المحترم، ولكن شوف دابا عندنا جوج ديال التظاهرات، عندنا كاس العالم وعندنا كاس افريقيا. كاس العالم القرار ما كانش، كان الاخوان من الجامعه مع الفيفا هما اللي اتفقوا على غادي تكون تعطى تكون تاخذ براكش، وبغينا باش نقولها لك مباشره بما ان غادي نمشيو لكاس افريقيا لا يعقل ان ما غاتكونش ملعب في العاصمه غادي يحتضن ديك. اذا كان عندنا التحدي اننا نصلحوا الملعب ديال مولاي عبد الله، ولكن شوف راه مباشره من بعد كاس العالم للانديه البطله راه اسبوعين غندخلوا كاس افريقيا وغادي تكون ان شاء الله اكادير حاضره بجمهورها السوسي الرائع اللي كنحييه، واللي كما كنقول كان ايضا طرف انجاح كاس العالم للانديه البطله، بغينا يكون ايضا طرف انجاح كاس افريقيا ان شاء الله. وشكرا. شكرا للجميع.